السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعل نهاركم هادي ونادي على عيونك يا شوكولاتة. يا عسلية، يومك ايه النهاردة؟ عندنا اوردر تفريز بقى، اشي بنجر وشي كرومبي وشي سبانخ وشي ومفتشي. عملت ايه بقى؟ حطيت ميتي بتاع الكرنب على النار اهي تغلي، وحطيت الميه بتاع المخلل اللي انا هلمه من الكرنب، هعمله برطمان مخلل حلو كده يا سيدي يا سيدي. حطيتها برضو تغلى على النار وقطعت فيها بنجرية. بسم الله. النهارده الكرنب بتاعنا بقى ايه؟ عسل عسل عسل. الكرنبية كبيرة حلوة وكده وجميلة وما شاء الله، وعسل. قلنا نسمي الله ونبدأ بالكرنب بتاعنا، وجايبين سبانخ اهي هنفرزها. هنعملها على البخار كده على نار هادية تتفرز. ماشي يو اندرستان؟ يلا يا شيكاليتا، تعالوا نسمي الله ونجيب الكرنب بتاعنا اللي ما شاء الله النهارده. شوف الكرنبية قد ايه، هنفرزه مع بعضينا. نقور بقى كده عشان نحط الكرنبية بتاعتها بحالها كده. احنا لسه هنعمل ورقة بورقة وكده وهذا وماذا، لا 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 لا، نيفر. نحط الكرنبة بحالها كده. ايوه، انا معايا 5 كرنبات، بس 5 كرنبات ايه؟ زي الكتاب ما قال. ايوان. يلا يا شيكاريتا، بسم الله ونعمل كرنبنا ونقورها عشان نبدأ في السبيناخ. خدوا بالكم يا ولاد، هاتوا سبانخ كتير في الشتاء، كلها حديد وفيتامين حلو، يعني تعوض عيالكم عن اي حديد بنقصه من جسمهم. اسمعي من بيعالج الانيميا. ماشي، ركزي، وكل معلومه اقولها لكم حطها في دماغكم وذاكروها للذكرى الخالده. احنا قلنا اللهم صل على النبي. السبانخ بتعالج الانيميا، كلها حديد وفيتامين حلو. تاكلي منها عيالك على قد ما تقدري. دراعي خلاص واقف، اي والله. كتر خيرك يا عسلية. اما ارتاح يومين من جلستي يروح جاني مثلا كرومب، يرجع ريما لعادتها القديمه، نرجع للجلسات تاني. ما تقلقوش على تاخيري معاكم في الفيديوهات. والله العظيم انا ببقى تعبانه يعني اني معلش اتحملوني بس اليومين دول. شوف الكرومب ورقها عامل ازاي. بقول لكم تيجي تاخدوا تجيبوا كرومبه، اضغطوا عليها لازم تبقى مهويه تحت ايديكم كده، ما تجيبوهاش مكتمه. الكتمه دي بتبقى مزنبخه من جوه او ورقها ملكفت، ما بتبقاش حلو. لكن دي شوفوا طريه، وشوفوا ورقها عامل ازاي. كرانيش كرانيش. اه والله شوفيهم عامل ازاي، عسل اهو. يلا يا شيكاليتا، كده عملنا 4 لسه واحد. تعالوا بقى نحط ميه على النار اهو، وحاطه فيها سكر وحاطه فيها ملح وحاطه فيها كمون. يا دوبك اللي بتاع على وشها هنا، وتعدي من 1 ل5، وترجعي تقلبي الكرنب تاني اهو. شايفه؟ وتجيبي تشدي بقى ورقه بورقه. دايما اقول لك الورق اللي تفرزيه ما تسويش في السليق زي ما تكوني هتلف المحشي على طول. لازم تسيبي فيه، بصي اهو، يعني زي المخنشر كده. وانا بحطه على بعضه البخار كمان بيسوي ايه، لو في لسه حاجه كمان. ماشي، يعني ما تهرش في السليق. انا بقى بشتغل في سلق الورق وايه، وفي نفس الوقت قعدت بقى انضف السبيناخ بتاعتي. سبيناخ سكري من القصيره، العسل القشطه دي. اه، بقطع الراس عشان ما تغلبكش في الغسيل وتقعد تنزل طين وكده اهي. ماشي. ماشي يا شيكاليطه. احنا كده ننضفها تنظيف حلو كده، ونحش الورقيه الصفراء، الورقيه الكان الماني. بس انا عايزه اقول لك على حاجه. وانت بتغسلي السبانخ دي لازم تبقى ميه كتير تحت الحنفيه، وتشنها في قلب وعاء فيها ميه كتير، وترفعي تشنها في قلب وتحطها وتطلعي، عشان بيبقى على ورقها رمل. اي رملايه اي كان اي ماني تطلع تنزل في قلب الميه، تيجي تدوري تلاقي الميه راسي فيها رمل كده وطين. ماشي. ماشي، عشان خاطر ما يخونكش اهو. ما شاء الله شويه حلوين. اني همسكه كله اوضبه كده. بس ادي بسبع حسام فيه والله. لما لقاني دراعي قلت له خلاص مش قادره احركه، قال لي هاتي وانا هعمل معاكي. اه والله العظيم. قمت تاني قال لي تعالي انت للورق للكرنب كملي سلق، وانا هقعد اكمل. الهي يشفيك ربنا يا رب ويسعدك. اهو شايفين ورقها اهي عسل. وخدتها بقى تحت الحنفيه ايه. قال لي لا، قلت له قلب الكرنب اللي في الميه. قال لي لا، بقول لك ايه، تعالي انت قومي كده، قومي شوفي ورقك عشان ما تقوليش انت سويت قوي، انت هرق. شفت الرجاله بتتصمل. قلت له تعالى يا ابا، كمل انت فيه، وانا هقوم انا للكرنب بتاعي. انا عارفه نظامه وعارفه اطلعه امتى واسيبه امتى. ايوه كده اهو. بطلع وارص في الصواني الالومنيا بتاعتي لغايه ما اخلص كله، اقعد عليه مره واحده، اروح مقطعه. ماشي. ماشي يا قلبه اهو. ابو حسام عمال ما شاء الله املي عليه كله وضبه، وانا ما عليا الا رحت غسلته
والله وهو كمّل تقطيع كمان، وأنا جيت قطّعت شوية وقال لي: "لأ هات أنتِ وأنا أكمّل." مش عارفة كنت قايمة أعمل إيه، قال لي: "هاتي وأنا أكمّل." بقى هو ساعدني فيه بصراحة، هو عارف دراعي واللي بيعمله فيّا بعد ما باخلّص حاجات زي دي. أي والله. يالّا بقى يتحمّل، شايفين؟ الورق دي كله بقى كل ده هنلمه في الزبالة، لو عندك طيور حطها للطيور، أنا الحمد لله ما عنديش. أهو شايفة؟ أخلّص دي وأجيب صينية تانية وأروح حاطة فيها برضه بقية الكرنب، كده تمام؟ كده تمام، يالّا بينا يا ولاد على عزبة كيمو. حاجات الشتا جميلة، هاتم الخضار ده بس وجايبة بنجر هُم طالبين برضه بنجر، سبحان الله أنا اليومين دول كل أمّا أعمل order يقول لي هاتي لنا بنجر فرزهولنا يا عسلية، أهو، ما هو دول يموني في السوق. كل اللي أقول لها اللي تشوفه تقول لي هاتي لي ألاقيها جايبة لها أفرّزه لها أو تقول لي هاتي لي بنجر فرّزه لي مع الorder أهو، تقشّريه وتمسحيه حلو بمنديل وتروحي مقطّعاه بعيناه علب زي ما أنا مورياه لكم هتشوفوه معايا، دي بيسهل عليكِ تحطّيه في طماطم لونها مش أحمر، تحطّيه في اللهم صل على النبي في مَيّة المخلل تخلّيه أحمر على الكرنب واللفت، تضربيه عصير مع الفراولة، دي بُصّي كأن دي دم صافي، والله العظيم. والأنيميا جميل يا ولاد وكُلّه فوايد اسمعوا منّي، أهو شُفتوا العلب دي، تعبّيه كده في العلب باعبّيها في العلب اللي أنا كنت معبّية فيها ريزة الشطة، حلو على قد الحاجة تطلّعيها بدل ما إيه، ما تستهلكي كتير ولا حاجة، أو تحطّيه في كيس ويمسك في بعضه لأ، والعلب دي لمّا تفضى اغسليها واستعمليها في حاجات تانية كتير، يا أخوانا أنا باقول لكم دايمًا العلب اللي تفضى منكم زي دي عبّوا فيها بس حاجات باردة، فايض منِّك مثلًا شوية فُل حُطّهم فيها وحُطّها في التلاجة، فايض منِّك شوية صلصة حُطّها في العلبة دي وحُطّها في التلاجة لمّا تعوزيهم مرّة تانية، عليكِ تفرّزي فيهم توم، العلبة تطلّعيها يا دوبك أنا بعد كده هافرّز فيهم توم بصراحة، جُمال أهو. البرطمان دي بقى هي طالبة قالت لي اللي يطلع من الكرنب حدّقه لي واعملي برطمان يا عسلية مخلل، قُلت لها you understand يا قلبي. أنا هاقطّع الورق أهو وأقوم بتاعة الحنفية بقى أغسله برضه غسيل حلو، عشان لا يكون فيه رملاية والّا كاني والّا ماني، ماشي، بس ما خدش البرطمان ما خدوش كلّه، ما يجراش حاجة لمّا تعوزي أعمل لها تاني، أهو، أقوم عليه كلّه بُصّي هاروح بقى أغسله واغسل إيدي وآجي، يالّا بينا على عزبة كيمو يا شيكاليتا، جاب لي المَيّة أهي، سِبتها بردت قُلت له هاتها لي بقى جنبي هنا نبقى صواب، الحاجة التقيلة بصراحة هو بيروح شايلها لي عشان عارف تعب جريحي. قُمت غسلت وجيت، دي بقى معلقة كزبرة، على معلقة سكر، على ورق لورا وأحطهم في البرطمان، طبعًا البرطمان أنا باعقّمه إزاي، أنا باخدخده بشوية خل ماشي، وشوية مَيّة سخنين وتروحي مخدخداه بمعلقتين خل، ماشي يا شيكاريتا، ماشي يا قلبي، عبّيت البرطمان أهو، لمّيت بقى كل الورق والحاجات الحلوة فحطيتها فيه والعنق وكده اللي سِبتها. تعالوا بقى نسمي الله انا ميته دي لازم تغليها قطعت فيها بنجريه من اللي انا جايباه ده وغليتها فيه حمرت اهي ماشي ماشي وحطيت مثلا الكوبايه من دي عليها معلقه ملح وحطيت معلقه سكر في البرطمان معلقه السكر اللي هي عسليه بتخلي المخلل بتاعك يقرش وما ينعمش منك ماشي ماشي اعاير بقى مثلا حطيت 10 معالق احط 10 كوبايات ميه من دي أهو، وأقلّب وأروح حاطّة في البرطمان أهو، بالراحة كده. شوفي استغلّينا الكرنبة في إيه، هنعمل منها محشي وهنعمل منها مخلِّل، توفير والّا مش توفير؟ يعني كرنبة زي دي تروحي عاملة اللي يطلع منها عاملاه في برطمان المخلِّل، على ما تجيبي كرنبة تاني كنتِ خلّصتيها أكل وتعملي تاني وهكذا، ماشي؟ ماشي، أهو لسه البرطمان عايز الشوية دول، يا دوبك سبحان الله اللي أنا غليتهم إجوا على قد البرطمان بالضبط، أهو أعاير معلقة ملح على مَج إيه، مَج إيه، مَيّة من دي. كان أبو حسام بيقول لي إيه وأنا عمّالة أضحك، أهو كده خلّصنا، يالّا يا شيكاريتا، عسل، شوفوا خدي بالِك شوفوا مَيّته حمرا إزاي، ولسه كل أمّا يقعد هيحمر كمان، كل أمّا يقعد هيحمر معاكِ، أيوه، "ما عشان دراعِك يا أختي." قال لي: "سيبيه وأنا هاربطه." قُلت له: "يالّا." بظروفها بقى، قال لي: "وبعدين عيّطي." شوفوا الراجل، الرجالة دي ما لهاش أمان، في ثانية يقلبوا عليكِ كده. كده خلصنا يلا يا شيكولاتة نسمي الله ونبدأ بقى في الورق بتاعنا اهو هقطعه وعند الطبق او في المصفى احط فيها يصفى من اي ميه فيها خدي بالك اللي بخلي الكرنب معاكي يجلد ممكن انت بتعينيه فيه ميه دايما صف ميته حلو ماشي ودايما ورق التفريز يا اخوانا الكرنب ما تسويش قوي يا دوبك الميه تغلى عليه كده تقولي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه تروح مطلعه اه والله
وهو سخن بتحطي، لان بيفضل لسه سخن بيستوى تاني. شايفه؟ قطعي بقى الصباع حلو صغنن كده زي صباع عسلية. ايوه كده، شايفين؟ عسل قوي يا ولاد. اهو كده عملنا الكرنب سلقناه، وعملنا البنجر قطعناه وعبناه، وعملت برطمان المخلل. لسه ايه يا ولاد؟ لو انتوا شاطرين تقولوا. لسه الكرنب هقطعه واعبيه في العلب، ولسه ايه يا ولاد شاطرين؟ ولسه السبيناخ. السبيناخ انا غسلاها وحطها تصفى من اي ميه فيها، وهخلص دي وابدا في شفت. احنا في زمن التكنولوجيا يا ولاد. واحد اتنين تلاتة هوب على طول، يا حلاوة. لو الواحد يخلص الحاجة زي في قيمة الفيديو كده. على فكرة أنا مسرعة الفيديو، يعني ضغطها مرتين. ماشي ماشي. كان زمان الواحد مغلوبش. معايا الصينية غسلاها ومنضفاها اهي. اللي هخرطه هحطه في قلبه. اللي هخرطه هحطه في قلبه. ماشي. والآخر بقى هم أحطها على النار، وأولع عليها النار. عشان خاطر إيه يا أبو حسام بلمني بقول له خدي. والله العظيم مشكلة أمد بس دراعي كده وأجيب حاجة أزعق منه. يعني مجرد اشوفهم يمدوا عند السبانخ بس اجيب ربطه سبانخ، عود سبانخ. بعيد عنكم ما تشوفوش الا الالم اللي عندي. ربنا يشفيكم ويعافيكم يا رب. اهو كده تمام. كده تمام. يلا يا شيكاليطه. اقطع اهو بنعم واروح حاطه في الصينيه لغايه ما اخلص كميه، واقوم على البوتاجاز احطها على نار هاديه لغايه ما اقطع الباقي. على طول. على نار على البوتاجاز. ان هي تدبل. اشوفهم هم عايزينها كده. يعني انا كنت عبالهم لهم مثلا في اكياس، لا قال لك عايزينها تتعمل على البخار يا عسليه. بس لما اتعملت على البخار هي اصلا ما بتصفاش. يعني ما شاء الله السبانخ ده 5 كيلو. شوفي لما اتعملت رست على ايه، ما جاتش. انا عملت لها في جوز علب يا دوبك العلبه طبخه. لان هي اصلا متبعه كده ما بترسيش. ما بتصفاش. عشان تعملي اكله عايزالك يجي 10 علب 10 ربط. الحمد لله. اهو شوف خضره وجميله ازاي عسل. بس هي طلبت ان انا ما احطش الخضره بتاعتها فيها. يعني زي الكزبره كده والشبت. قالت لي ما تحطش، هي مش عايزه تخزنها بالخضره. ماشي، مش عايزه تخزنها بالشبت والكزبره. قالت لك لا هاتها لي من غير الخضره بتاعتها ساعه، هي عايزه تحط الخضره ساعه الاكل على طول. ماشي ماشي يا شيكاليطه. اهي. بلاقي حتت من الراس في قلبها. كده تمام. يلا يا قلبه اهي. الميه دي كده بقى انا هحش. وهجيبها قدامي بقى واسيبها تبرد. عشان ايه؟ ما ينفعش اعبيها في العلب بارده. انا عبيت الكرنب وعبيت الحتت اللي هي بطلعها من الورق. قطعتها وعبيتها في كيس. عشان كل اكله من دي تروح فرشه كيس منه في ارضيه الحل. احنا ما بنرميش حاجه من الكرنبه، بنستعمل منها كل كبيره وصغيره. اهو. استعملت الورق للمحشي. الحتت الصغيره عملتها مخلل. ايه تاني يا ولاد؟ والعنق عملتها. هنحطها في أرضية الحل. يلا ندعي بقى لشعب فلسطين ان ربنا يرسلهم على من يعادهم يا رب. وندعي لأهل السودان. وندعي لكل من قال لا إله إلا الله. ان ربنا يرحم أمواتنا جميعا. ويشفي كل مريض. ويرزق جميع المشتاق الذرية الصالحة، اللهم آمين يا رب. وما تنسونيش دايما معاكم بالدعاء. لايك وشير. يوصل لكم كل ما هو جديد. لايك وشير يوصل لكم كل اوردر جديد. اللي وصل معانا لعندي هنا يعمل لايك وشير. عشان يوصلكم كل اوردر انا بنزله. ويجيلكم الاشعار، واللي ما بيروحلوش الاشعار يلغي الاشتراك ويشترك تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد. مع